السلام عليكم حبيباتي. اليوم بغيت نهضر على واحد الموضوع يمكن ينفع البعض فيكم في رمضان. بغيت نعاود لكم على واحد الطريقة كيديروها الخليجيات وخصوصا الكويتيات. آه، أنا لما ملي تزوجت مشيت للكويت، هادشي تنعاودكم سنة 1984. سكنت عند عائلة راجلي. لأن راجلي أنا كان ولد صغير كبر مني بعامين قل شي حاجة. المهم ملي سكنت عندهم وداك الشي، هما تبارك الله عائلة كبيرة وعندهم طباخين وعندهم داك الشي، وهذا عطاوني جناح ساكنة فيه، ويعني كنفطر معاهم، كان هما تيسميو الريوق، كان يعني ولكن جبدة تيقاري. فاش جا رمضان كان ديك الساعة دوزت عندهم نقولوا شي 6 شهور 7. آه آه يمكن طبخت عندهم، حيت هما عندهم الطباخين ديالهم، كانوا 2 هنود. عندهم الطباخين ديالهم، عندهم الخدامات تاعهم وداك الشي، وأنا كانت عندي خدامة مقابلاني دايرها راجلي. المهم جا رمضان، أيوا النهار اليوم الأول ما عرفتش أنا شنو كيفاش عاداتهم تقاليدهم وداك الشي. آمم يعني ما سولتش حتى راجلي كيفاش، صافي قلت حتى الغدا وغادي نشوف هاد الناس اش كيديروا في رمضان. المهم ما كنتش كنهضر بزاف وداك الشي، كنت ساكتة جبدة تيقاري، عارفاهم ما كيحملونيش، عارفة مسامعاهم تيقولوا الساحرة، سامعة داك الشي ودايرة ودن كيال وما كنرد على حد ومنخلة الجميع. المهم جا الصبحية تاع رمضان وداك الشي، كنشوف خواتاتو خارجات بالمكياج وبداك الشي، ما عندهمش هما ممنوع المكياج في رمضان، وتيبقاو كيف ما جا رمضان كيف ما كانوا عادة. المهم خرجني راجلي وداك الشي، قرب العصر دخلنا، صليت العصر وداك الشي. تنسمع بزاف الهراج، كنسمع الهرج لتحت وفي المطبخ الخارجي اللي في الجردة بعيد شوية علينا. تنسمع الهرج بزاف والجري وداك الشي، نقول واحد رمضان، وكل ساعة نسمع طي 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 الطوموبيلات بزاف. المهم جات وقيت الفطور الله يسلمكم، ساعة قبل الأذان جلسنا باش يديروا داك التميرات في فمهم تينوضوا يصليو في داك الصالون كبير وداك الشيء. جلست انايا، جاو خواتاتو لان عنده خواتاتو وعنده خوه وعائله كبيره. المهم جلسنا وانا كنشوف داك الطاوله، لان تسربات يد الطاوله، عرفتي نقول لكم الطول ديالها شحال، تعرفي دوك الطاولات تاع 24 36 كرسي وداكشي كلشي عامر شي حداشي، داكشي مفروق الحلو، هذا الحلو هو لي ديسير وهذا داكشي مخلط، وكاين شي حاجه لي اون دوبل، الا كانت اون دوبل كيحطوا وحده لهيهم منين لي بلا بزاف. ايوا بقيت كنتسائل هاد الناس كاع هادشي، هادوك 2 طباخة داروا كاع هادشي، هادشي ماشي ما تخليش راسي، ولكن قلت ياك ما دي كوموند. المهم صلينا رجعنا ناكلو داكشي. تيبدا الخروج بحال عندنا، الخروج تيبقاو هما حتى الفجر عاد كيدخلوا. عاد كيدخلوا كيصليو الفجر ويتسحروا وينعسوا، هما ماشي كينعسوا قبل الفجر. المهم لا غدا بقيت جي فيها طونسيون. مشيت في الجناح ديالي كاين كوان كيعطي على برا، وجلست. كنت ليبوك ما كاين لا التليفون لا واتساب لا هذا، كنت جو تريكوتي، دايره تريكو ولا الكروشي ولا شي حاجه داهيه راسي، كنت يلا بدايه تاع الحمل. المهم كنشوف كنصيب الطوموبيلات، البنات كيجي كتوقف هاد الطوموبيل، كتخرج الهنديه، كيحل الكفر، كتهز دوك الطنيجرات اللي بحال كوكوت مسدودين، كتهز تتوقف الطوموبيل، كتعطيها 2 ولا 3، كتدخلهم، كتخرج هي كتحط له حتى هي، كيمشي تاني كتجي طوموبيل اخرى كتوقف، كتخرج تاني تتحط ليه وكيعطيها وكيمشي
تاني بقاو الطوموبيلات جيب وانا نقول كيفاش هادو، وقيلا هادو السيارات تاع المطاعم. دونك جي كومبري، دونك سي دي كوموند كيكومونديو من المطاعم. المهم كانت ديك الطوموبيلات يعني عادية، يعني ما مكتوبش عليهم شي حاجة د المطاعم ولا هذا. المهم تاني لو دوزيام جور جلسنا تاني داكشي فاريي، واش غنقول لكم تري فاريي، يعني وكياكلوهم بزاف يا البنات. عرفتي انا يلاه كنقب هكا وكيبقاو يشوفوا فيا. ومن بعد المغربيه كتعجب، المغربيه متكبره، المغربيه وانا راه هكاك، راه عندي انيستوما ديال الفراخ. كناكل شويه صافي وكنشوف فيهم هما ويدوزوا للدسير، ومن بعد الفطور كيدوزوا لواحد القاعه تاني نوتخ صال اللي كاين فيها ماريو كبير تيتجر، وتجي القهوة العربية والشاي والحلويات، كيتحلك الماريو الحلويات الحلويات اللبنانية السورية لهذا إلا المغربية حرام تدخل لدارهم، لا. الحرب معايا، الحلوى المغربية لا، ولكن الحلويات الأخرى تاعتهم هل داكشي الحلويات اللي عادة في كل الخليج تتكون في رمضان، بحال القيمات وبحال داكشي في رمضان هادي. وكاين شي أكلات عندهم كتبان غير في رمضان، بحالنا حنا الحريرة وداكشي غير هما أكلات. كاين عندهم البنات واحد الأكلة بحال التريد، تيقولوا هما تشيرين، بحال التريد عندنا. والله العظيم جاتنا النيت، غير هما ما كيديروش فيها الدجاج. المهم نسول راجلي، قلت له اش نقولك، هاد الطوموبيلات اللي طيط فاش تيقرب الفطور شنو هذا؟ قال لي هذا راه اخواتي كيصيفطوا تيطبخوا، كيصيفطوا صحابات الوالده ديالو كيصيفطوا وهي كتصيفط لهم، وكلهم كيتبادلوا. المبادله قال لي راه عاده في كل خليج، كيتبادلوا باش يتعاونوا باش كاع الديور يكونوا الطاولات فاغيي، متنوعه. فهمتوا؟ ماشي دابا هما في التليفون، ديك الساعه كان على التليفون فيكس تتصل بها هي شاده بحال دابا حماتي، فغي تيسالي الفطور وداكشي تتهضر مع بناتها، تتقول لها انت بكره ها شنو تطبخين، والثانيه تقول لها طبخي انت، ها اللي غادي دزي ليا، دزيه تصيفطي ليا، وتتعيط على صحاباتها وخواتاتها. تتقول لهم تيتفقوا البنات، كيتفقوا، تتقول لها انت شو باغيه تسوي، تتقول انا ابي اسوي هذه. تتقول لها يعني انا ما راح اطبخ شيء تاني، تيتفقوا باش يتبادلوا. فهمتوا البنات؟ وهذه طريقه زوينه، عرفتي غديروها دابا مع الواتساب، راه زوينه مسهله لكم القضيه. كديروا جروب تاع بنات مسميوه رمضان، جروب رمضان، ايوا لالا، وكتبداو تفقوا بيناتكم. هادشي اللي ولا دابا عندهم بالواتساب، كيتفقوا اللي ما بغاتش كتخرج من جروب رمضان. فتيبداو فلانة انت راح تطبخين هذا، والثانية تقول هذا، اذا ما بغاتش تقول لا انا ما ابي اطبخ. ايوا البنات نكمل لكم، داز تقريبا شي 10 ايام من رمضان، اختكم دايره ضيفه وصافي، ما كندخل لهم لا المطبخ الداخلي ولا المطبخ الخارجي، كنعرف راسي على وقت الفطور انا نازله ضيفه، كنصاوب راسي قفيطين هذا كننزل نفطر. المهم وراجلي ماشي داكشي تاع المغاربه،
اللي ينوض يقول لك شريفة تحركي، وري لامي بان حنيتي يديك وبانك كتعرفي تطبخي وبانك مرا ديال الدار وبانه تعرفي حرك هذا راك. المهم عارفين نتوما يا عارفين الرجل المغربي كي داير. لا انا راجلي درويش، ستيت ان دبلومات درويش. المهم كيبغي مراتو حتى حد ما يقلق مراتو. المهم داك النهار وهي تجي عندي حماتي الله يرحمها مسكينة ويغفر لها. المهم جات وقالت لي واش يمكن لك طبخي لي شي حاجة من مغربي، طبخ مغربي نبغي اليوم ندز لرفيجاتي. قالت رفيجاتي صحابتها بغيت ندز ليهم الطبخ المغربي. قلت لها على الراس والعين يا يما. شو تبين انت تعرفين هذا؟ قالت لي انا عجبني الحمام. درتي لي الحمام تعرفتي درتو لها زوين بحال داك كيما تنديرو حنا الدجاج محمر وداكشي تعرفونا، ومن بعد تيتحط في الفران وداكشي. ايوا لالا جابو 80 ولا ما عرفت كثر من حمامه جابو. ايوا المهم قالت لي انت ما راح تسوي شيء، انت تقعدين والاوامر وانا وياك والاوامر الطباخين انت سوي هاك وسوي داكشي اللي درنا. ايوا المهم طناجر كبار كل مرة تطيب 20 فرخة، 20 حمامة كنحيدوها ونديرو تاني ال20 الأخرى ونديرو عرفتي داك المحايل اللي دازو دوك الطباخة مساكن. عرفتي واحد التمارة مساكن وعاد قليهم وحمر. المهم راك ما عارفين نتوما الطريقة. من بعد قالت لي ديري لي ان ديسير. قلت لها واش ندير لك؟ قالت لي لا انا جبت كاع لي فخوي اكزوتيك غديري سالاد فروت كيما درتي هذيك المره. درت لها سالاد فروت مع لي فخوي الساكه البنات والشونتي من الفوق. والمهم كندير بحال الورقه د البسطيله وداك. المهم انا فايته درتها لها، كانت غادا عند شي صاحبتها واخده شي شيخ وصوبتها لها. المهم صوبت لها وداك الشيء وهي تقول لي بنتي الله يعطيك الصحه وداك الشيء وصيفطات لهم. ايوا لالا كلهم معيطين ليها قولي المغربيه عاد بعد، لان وحده تقول لها زوجي حب هذا، قول لها تسوي لنا هذا، زوجي حب الطاجين بالبرقوق، زوجي يسوي هذا، زوجي. ايوا المحاين عاوتاني في رمضان وراجلي كان تيقول لها يما خفي شويه على البنيه يلا بدايه الحمل بتاعها وهذا. وهي تتقول ما تسوي شيء بالمطبخ، ترى فلان وفلان ما بيسوي الطباخين اللي كانوا عندهم. فلان وفلان هم اللي يسووا كل شيء، هي بس جالسة ما تتحرك. وصح أنا ما بسوي شيء، تنقول يلا طلعت لهم هادي نقيو هادي ديروا هادي. ايوا المهم وخواتاتو كيشوفوا فيا شي تخنزيرات علاش ندير بلاصتي عند امهم. فهمتوا البنات؟ علاش خاص امهم دائما تبقى ما تحبنيش وتبقى تشك فيا بان طبيخي فيه سحر وبان هذا وهذا وهذا. ولكن مسكينة كانت مؤمنة بالله، بنت عائلة محترمة، امرأة محترمة بزاف، وكانت مسكينة كتحبني. أنا هاد المرأة دايما كندعى معها الله يرحمها ولا يوسع عليها ويغفر لها يا رب آمين.